قد يحلو لأحدهم الحديث عن الفساد في المغرب وعن فساد المغاربة. المغرب فيها ما يزيد عن 36 مليون نسمة من العلماء والفضلاء والنبلاء من الرجال والنساء، فاختصار هذا الشعب في مجموعة صغيرة من أهل المعصية والفساد طريقة يأباها أهل الشهادة والإنصاف. من يتابع مسابقات القرآن في العالم الإسلامي يعرف جيدا أن أغلب الذين يحصدون جوائز هذه المسابقات ويتصدروها هم أهل المغرب. فدور أهل المغرب في الجهاد والرباط والفتوحات لا ينكره عاقل مطلع. من نشر الإسلام في أدغال أفريقيا؟ ومن أوصل الإسلام إلى ربوع أوروبا؟ سلوا روما وبرلين وإسبانيا وباريس وبلجيكا وهولندا. من أسس فيها المراكز الدعوية والمعاهد الإسلامية وحتى المقابر الإسلامية؟ ستجدهم أهل المغرب. أرض المغرب أنجبت علماء برعوا في كل المجالات، منهم العلماء والفقهاء والأدباء والأطباء. أنا حينما يذكر المغرب لا يأتي في بالي إلا مجاهدوها وعلماؤها. أذكر أمير المسلمين يوسف بن تاشفين حاكم دولة المرابطين، وأبو يوسف يعقوب المنصور المراكشي، ومحمد عبد الكريم الخطابي ذاك المجاهد الذي أذل المستعمر الغاصب. أنا لما أذكر المغرب أذكر علماءها، أذكر ابن بطوطة الطنجي وابن البناء المراكشي والنحوي أبو علي القالي والفلكي الحسن المراكشي والقاضي عياض فقيه الإسلام وابن الطيب الشرقي وابن غازي الفاسي والأديب والشاعر ابن مدينة فاس محمد بن إدريس العمراوي والمحدث المفسر ابن رشد السبتي والشيخ الرحال محمد تقي الدين الهلالي والشيخ العلامة المحدث عبد الحي الكتاني الذي بلغت مؤلفاته أكثر من 250 مؤلف، والكثير من المحدثين، وعلى رأسهم الشيخ المعمر عبد الرحمن الكتاني والشيخ محمد أمين أبو خبزة والشيخ محمد البقال الطنجي والشيخة المجيزة كنزة بنت محمد المهدية الكتانية وغيرهم الكثير. هؤلاء هم أهل المغرب الذين أعرفهم. بلد كله حضارة وكله تاريخ وكله علم. لو نطق الجدار في المغرب لنطق حضارة، ولو نطقت الطرقات في المغرب لنطقت تاريخا، ولو نطق الورق في المغرب لنطق علما. يكفي أن المغرب تحتضن جامعة القرويين بمدينة فاس، وما أدراكم ما جامعة القرويين؟ هي أقدم جامعة في العالم بحسب اليونسكو، فقد بنيت في منتصف القرن الثالث الهجري، وما تزال إلى الآن تخرج العلماء والفقهاء وذوي الشأن الكبير. فليعلم كل مدع للثقافة والعلم وكل مفاخر بشهادته العلمية أو رتبته الأكاديمية، فليعلم أن في رقبته دين للمغرب. فهذه الجامعة هي أول مؤسسة علمية اخترعت الدرجات العلمية، فلها كان السبق، وهي كانت حاملة المشعل، ومنها انطلقت البارقة الأولى. فإن تعجبت من الأولى فتعجب من الأخرى، بأن من شيدها سيدة مغربية هي فاطمة الفهرية. فالمغرب رجالها رجال دين وخلق، ونساؤها نساء عفة وفضل. لو أنك نظرت للنساء المغربيات لوجدت الكثير منهن عالمات فقيهات حافظات لكتاب الله، يحملن أعلى الشهادات في العلوم الشرعية والأدبية والطبية، وكذا العلوم العصرية. لو أنكم ترون النساء المغربيات الشريفات العفيفات هنا في أوروبا في هولندا بزيهن الحشيم الستور، وهن يتهافتن إلى المساجد وحلق العلم ويتوافدن على الدور